السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة تنحل بها العقدة وتنفرج بها الكربة وننال بها منازل الشهداء والصديقين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية اسم عبد المجيد في المنام للإمام ابن سيرين. وحابة أذكركم أن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات الله تعالى أعلى وأعلم، فضلا وليس امرا. اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يدوس على زر الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وبالله عليكم ما تخرجوا من الفيديو قبل ما تحطوا اللايك تنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات. اسم عبد المجيد في المنام من الأسامي الجميلة اللي بتدل على الصفات الطيبة والمحمودة اللي بيتحلى بيها صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية. وإذا رأى الرجل المتزوج اسم عبد المجيد في المنام فده بيدل على إنه بيحمل صفات طيبة ومحمودة، وكمان إنه بيتعامل بالصفات دي مع أهل بيته وأسرته، والله تعالى أعلى وأعلم. وكمان رؤية اسم عبد المجيد في منام الشاب الأعزب بيدل على صفاته الطيبة والمحمودة اللي مشهور بيها، وكمان بيدل على إنه شخص بيحب يتقرب من الله سبحانه وتعالى بيحاول يلتزم في طاعاته وعباداته دايما، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية الفتاة العزباء اسم عبد المجيد في المنام فده بيدل على ارتباطها بشخص تقي وصالح، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية اسم عبد المجيد في منام المرأة المتزوجة بيدل على إن زوجها يتحلى بصفات الطيبة والتقوى والورع وصلاح الحال والأحوال، وإنه بيسعى دايما إن يكون بيته ماشي على خطى الصالحين، وإنه بيسعى دايما إن البيت يكون بيت صالح وبيعملها بما يرضي الله، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية اسم عبد المجيد في منام المرأة الحامل بيدل على الصفات الطيبة اللي هيحملها ابنها أو جنينها في الفترة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية اسم عبد المجيد في منام المرأة المطلقة والأرملة بيدل على إنها امرأة بتتسم بصفات الطيبة والأخلاق، وكمان الأخلاق العالية والرفيعة اللي مشهورة بيها بين الناس. وكمان بيدل أيضا على إنها لو كانت بتسعى للزواج فده بيدل على ارتباطها بشخص هيكون تقي ورع، والله تعالى أعلى وأعلم. اسم عبد المجيد سواء كان مكتوب أو مسموع أو مقروء أو في شخصية اسمها عبد المجيد دايما بيدل على صفات طيبة وحميدة لصاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه.